بيراميدز يفوز على مرتزقة النادي الأهلي 3-0 مع الرأفة. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في قناتكم الكورة تحت الضغط. النهاردة احنا بنحلل مباراة نادي بيراميدز ومرتزقة النادي الأهلي الضعيف. بيراميدز النهاردة استثمر هدية نادي إنبي بتعادله مع الزمالك وفاز 3-0 على موظفين ومرتزقة النادي الأهلي الضعاف. عشان نقول اللي لعيبة النادي الأهلي لعيبة كورة ما ينفعش. مصطلح لعيبة الكورة بيتقال على اللعيبة الرجالة اللي عندها دم، اللي عندها نخوة، اللي عندها شهامة. إنما مرتزقة النادي الأهلي لا روح ولا دم ولا شهامة ولا إحساس ولا أي حاجة. اسمعني بقى كويس وتعالى نقول لك كلام وخده على لساني وانت هتعرف ليه لاعيبة الأهلي، أنا ما بقولش النادي الأهلي لأن ده مش النادي الأهلي، لاعيبة الأهلي المرتزقة وحشة قوي في الدوري العام السنة دي، وطلعت من دوري أبطال إفريقيا، وطلعت من لو لعبت بطولة مراكز شباب هتنهزم وتطلع. قول لي ليه؟ أي فرقة في العالم يا جماعة، حتى لو فرقة ناشئين أو فرقة صغيرة أو مركز شباب، في حاجة اسمها سيكولوجية الفريق. سيكولوجية الفريق دي زي بصمة إيدك. بصمة إيدك مفيش حد في العالم بيمتلك بصمة زي حضرتك. نفس الكلام بالنسبة لسيكولوجية الفريق. الفريق ككل بيبقى عنده بصمة. ايه البصمة والسيكولوجية ديت؟ بيبقى عنده دوافع واحدة، بيبقى عنده أهداف واحدة، بيبقى عنده روح واحدة، بيبقى عنده إحساس واحد، بيبقى عنده رغبة واحدة. بيبقى كل أعضاء الفرقة على قلب رجل واحد. عاوزين نفوز، عاوزين ناخد البطولة، عاوزين ناخد الدوري، عاوزين نفوز الماتش ده. اتجاهاتهم واحدة ودوافعهم واحدة وحوافزهم واحدة وقلبهم واحد ودمهم واحد وانتمائهم واحد وقريبين من بعض وروحهم واحدة وهزارهم واحد وكلامهم واحد. إنما حد فيكم شاف مرتزقة النادي الأهلي فيها صفة واحدة من اللي أنا قلتها؟ اللاعيبة اللي بتلعب النهاردة دي ما ينفعش تتسمى لعيبة النادي الأهلي، لأن مش شكل ولا لون ولا فانيلة ولا روح النادي الأهلي. والله العظيم اللي جاب السكواد ده لازم يتحاسب. عمر فريق الأهلي ما كان بالسوء ولا بالوحشة دي أبدا. أنت بتنهزم بعد هدية ربنا جابها لك من السماء 3-0 من فرقة بيراميدز اللي الزمالك مسكها الماتش اللي فات غسيل ومكوى. انتوا ما انتش فرقة، انتوا ما انتش بني ادمين. اللي بيجري في عروقكم مش دم. مفيش لعيب في الاهلي عنده دم. ما تستحقوش اي حاجة. انتوا عندكم جمهور برقبتكم. شكرا اللي بيتفرجوا عليا، وانا بصراحة ما عنديش اي تحليل ممكن نقوله غير اللي انا قلته. شكرا ليكم والى اللقاء. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.